الحقيقة احنا التقينا مع كبرى الشركات حاليا، وكان في اهتمام كتير كبير، واوريدي في مجموعة من الشركات شغالة في سوريا يعني تلقائيا. لكن هذا اللقاء بيعزز هي الشراكات ويبني دائما السياسة تحتاج إلى روابط، أهم الروابط الاقتصادية. وهذا الشيء اليوم تحقق في بين العلاقة بين سوريا وألمانيا، وأعيد إنتاج هذه العلاقة من جديد بطريقة تكون فيها نوع من الاستمرارية ومبنية على ثقة متبادلة، وأيضا على ركائز اقتصادية مهمة. العلاقات السورية الأوروبية فتح لها آفاق جديدة بعد التحرير، اليوم محطة جديدة في ألمانيا. أهمية هذه الزيارة؟ ألمانيا بتشكل ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وبالتأكيد هي دولة صناعية، بلد صناعية مهمة جدا، فيها تقنيات متنوعة زراعية، بالاتصالات، بالتقنيات الحديثة، بالذكاء الاصطناعي، أيضا بعمليات الإنتاج. وسوريا بما أنه مقبل على برنامج اقتصادي جديد وعلى إعادة أعمار، فمن المهم جدا الاستفادة من هذه الخبرات، وخاصة أنه في 1,300,000 سوري موجودين في ألمانيا واكتسبوا من خبرات كثيرة، والشركات هي راح تعتمد على الكوادر السورية اللي تعلمت في ألمانيا في الاستفادة من توسعة نشاطها في سوريا.